خطوات سهلة وبسيطة جدًا. شوفي لو أنتِ جبتِ الطبق ده مثلًا برّه هيتكلف قد إيه، بحاجات بسيطة مكونات بسيطة مش هيتكلف يعني قولي ربع التمن كده، يعني على الأسعار اللي برّه والجمال اللي أنتِ بتعمليه في البيت هيفرق كتير أوي وخفيف وحلو أوي. تعالي أقول لِك نبتدي إزاي. هنجيب الأول الكنافة بتاعتِك أهم حاجة يعني بُصّوا يعني تبقى جاية يعني متفرّزة وتقدري تكسّريها معاكِ وتحطّي عليها ده كيس نُص كيلو والمقدار دوّة وعليه 3 معالق سُكّر عادي جدًا ولا بودر ولا حاجة، ودي كوباية سمنة كده مُذابة كده سمنة طبعًا بلدي مع ممكن تضيفي عليها ربع زيت نباتي كويس. وتدلّكي كويس أوي الكنافة وتضيفيها في الفرن في صاج كبير زي ما شُفتِ في الفرن يتحمّر، تقلّبي تقليبة كمان وتطلّعيه تضيفي عليه الشربات يعني ربع كوباية شربات. يعني ما تضيفيش أكتر من كده، وأهم حاجة حاولي تشرّبي الشربات الكنافة جامد أوي على قد ما تقدري عشان يتماسك معاكِ، وهو كده ممكن عليه السُكّر فما فيش مشكلة. هتجيبي الفورمة بتاعتِك أو القالب بتاعِك أو الصينية بتاعتِك زي ما أنتِ حابة أو المتاح عندِك، وتبدئي تضيفي طبقات الكنافة وتضغطي عليها بضهر كده الاسباتيولا أو المعلقة بتمسك عشان تقدري هي كده بتمسك عشان الشربات اللي فيها. الشربات ده شربات سميك أنا عاملاه وباعمل منه بكمية عشان من أول ما باحتاجه كوبايتين السكر عليهم كوباية مَيّة. تمام، والفانيليا وعصرة الليمون بتاعك هما 5 دقايق على النار وتقفلي على طول. ببدأ هنا اضيف معاه طبقة الكريمة عملتها لكم قبل كده. الكريمة دي كريمة مختلطة زي ما انا كنت عاملاها قبل كده في الجلاش، واللي عايز طريقتها يقولي. وببدأ اسكنها كده واضيفها في الفورمة بتاعتي، واضيف الطبقات اللي انا عايزاها من الفاكهة المتاح عندك من الفاكهة. طبعا المانجا معروفة جدا مع الكنافة في رمضان يا جماعة، وتشرفك في اي عزومة واي ضيوفك كده ينبهروا بيها. ويلا لايك وشير معايا. هنا هبدأ اضيف في الباقي هبدأ اعمله ايه بقى، تضيفي عليه طبقة الكنافة التانية. تمام، وتبدأي برضو تضغطي كده عشان يتسكن ويحاول يتماسك ما يبقاش مفرفط كده من بعضه. وهنا بقى بضيف ايه الصوص الفراولة الجاهز بتاعي هنا. وبعدين دي طبعا الحاجات ممكن تضيفي صوصات تانية معاكي برضو الحاجة عندك المتاحة اعمليها. بحاول كده امكسهم كده مع بعض، بتبقى حاجة كده خفيفة. هي اهم حاجة خطوة عندك هي تحمير صاج الكنافة بتاعك، وبعد كده باقي الخطوات بتبقى سهلة وبسيطة بتبقى جهزيها على ما الكنافة تتحمر معاكي. هنا ببدأ اضيف بقى طبقة الكنافة التانية للكريمة. ببقى مجهزة معايا هنا الفاكهة بتاعتنا برضو اللي هي الفراولة، بنزل تاني بطبقة من الصوص كده خفيف كده. تمام، وببدأ اجهز الفراولة بتاعتنا انصاف متقطعة ترصيها كده بتبقى جميلة وسهلة. وطبعا الفاكهة المتاحة وبتاعت الموجودة حاليا او السيزون بتاعها موجود بتضيفيها عليها. طبعا سهلة وبسيطة جدا مش مكلفة. تمام، على الأقل خالص يعني زي ما قلتلك بتبقى ربع التمن من بره. بضيف هنا على الوش بتاع الفراولة كده الصوص بتاعها عشان يديها زي طبقة تلميع. وببدأ أضيف برضو على المانجا بضيف عليها مانجا بوريه. تمام، وهبدأ أضيف عليها تضيفي عليها برضو قطع المانجا مفيش مشكلة. حبيتي تضيفي عليها قطع بوريه معاكي هنا برضو البوريه بتضيفيها عادي جدا مفيش اي مشكلة. عايزة تضيفي عليها قطع برضو مفيش اي مشكلة. خلاص هنا ضفنا البوريه بتاعتنا وبديها كده ايه بالفرشة جيلي المانجا بتاعنا للتلميع. المكسرات عندك برضو المتاحة بتضيفيها الموجودة معاكي بتضيفي كده زي ما تكوني بتعملي كده يعني تجرنشي الفكة بتاعتك. سهلة وبسيطة وطعمها مش عايزة اقول لكم والله يا جماعة تحفة.
وحاجة كده يعني لذيذة وبترطب كده، حلوة قوي. انا عايزاكي تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه، وممكن تعمليها في اي صينية عندك او اي فورمة عندك سهلة طبعا زي ما انت شايفة كده. ويلا جربيها وقولي لي رأيك فيها ايه. طبعا الفاكهة ممكن تضيفي عليها برضو، عندك صوص كراميل ضيفي، عندك لوتس ضيفي. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. شوفوا هنا الطبقات، بوريكم الطبقات في الكاس بتاعي برضو. باقي معانا شوية كنافة عملتها في الكاسات، حلوة وشكلها حلو وجميل جدا.